في اكل عندي لا غنى عنه خصوصا في الصيام، لانه فيه نسبه كبيره من الفيتامينز والمعادن، وكمان بيحميني من الجوع او من العطش. يلا بينا. اول حاجه اللبن. اول حاجه مفيده فيها اللبن ان هو مصدر مهم جدا للكالسيوم. تاني حاجه لو اتضاف عليها حبوب وجبه مثاليه جدا للسحور، لان بتساعد ان هي تديني طاقه طول فتره الصيام، وبتساعد ان هي تقلل من شعور بالجوع. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ تالت حاجة بيقلل من السمنة وبيقلل من مشاكل الجهاز الهضمي. رابع حاجة اللبن مهم جدا لانه بيقضي على الصداع النصفي وبيقلل نسبة الكوليسترول الضار في الدم. حاجة السبانخ، ودي من الخضروات الورقية اللي معظمنا ما بيطقهاش. دي غنية بنسبة كبيرة من الفيتامينز والمعادن زي الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم، فيتامين A و B و C. تاني حاجة بيساعد على الحفاظ على ضغط الدم وعلى نسبة السكر في الدم. تالت حاجة بيساعد على الوقاية من الإمساك. رابع حاجة بيعمل على ضبط مستوى الحموضة، وده بيخليه يزود من الطاقة وبيقلل من احتمالية زيادة الوزن.